بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة خراز عبد القادر، مرحبا بكم. تنتلاقاو من جديد في حلقة جديدة. الحلقة ديالنا اليوم واحد الدركي خدمت انا وياه في بن القصيري. علاش انا قلت خدمت انا دركي؟ خدمت معاه، انا لم اكن دركي، انا كنت شرطي، ولكن انت تكون مدينة صغيرة تكون الجدارمية قرابة للبوليس، ولكن المدن اللي فيهم مثلا نعطيكم مثل ديال سيدي يحيى في قنيطرة. سيدي يحيى مدينة كانوا فيها الجندرم، واخا دخلوا البوليس بقاو الجدارمية في المركز ديالهم، في المركز ديالهم داخل المدينة، ماشي تيخرجوا ولا تبقاو داخل المدينة. وكانت علاقة بيناتنا كبيرة، حنا كبوليس وما كدرك تنتلاقاو في العشية في شي قهيوة تنهضروا. كانت شي بعض المشاكل كانت مختلطة بيننا وبينهم، كان شي اعمال اللي خدمنا فيها بجوج. وهذا الجدارمي كان معايا بن القصيري، وكان هو اجودان شاف. جودان هو اللي عنده ديك النجمه بيضاء، ولا جودان شاف عنده صفراء، رشات نوري الناس ما تعرفوا شيء. وكان هو رئيس ديك لابريكاد، هو اللي مكلف بها، وكان صاحبي بزاف. وتنحيي من هذا المنبر هذا، ما كنا نقول سميتك، قال لي ودي بلا ما تقول سميتي السي خراز كذا كذا، راني باقي في العمل. وهذاك دي واخا. هاد الايام كنت انا مشيت لواحد المطعم، دخلت انا واحد ولدي، دخلنا المطعم، حنا غادي ناكلو بحال الناس. دخل هذاك الجدارمي هو ومرته وجوج بنياته، هو يقول لي السلام عليكم. هو يضرب فيك، قال لي لا لاباس، وما عرفتي اش كاين. هاد ما عرفتي اش كاين كانت كلمه بيننا وبينه، ما عرفتي اش كاين، وما عرفناش كاين. ثلاث جاب كاين، قال لي ما عرفناش كاين. علاش قال لي ما عرفناش كاين؟ كانت هذه واحد البسط بيني وبينه لما كنا خدامين. كنا لما تنكونوا مثلا عندنا شي تدخل في المدينه، شي تدخل على الطريق الرئيسيه ولا قريبه للدرك الملكي ولا وسط المدينه، كان بعض المرات هو رئيس، هو كان تيخدم واحد الرجل، تيخدم كان تيخدم مسكين، واحد الرجل وطني كما تنقول، والله موقعتي تناقل عليه انا، كان تيخدم. ولما تنكونوا غنخرجوا لذوك الدواوير عندنا شي خدمه تيرافقنا وتيحمينا، ماشي تيحمينا مسكين، هو الرجال اللي معاه اللي تنشكرهم وتنحيهم من هذا المنبر. وكان تيجي من تيكون شي تدخل ديالنا حنا البوليس عندنا، تيجي هو واخا لابس غير السيفيل ولا بالتوني، يقول السلام عليكم السي خلاص لاباس. تقول لي ما كاش كاين، تيقول لي نشوف واش كاين، ما عرفتي اش كاين. ثم كيفاش ما عرفتي اش كاين؟ يكون شي واحد نقلبوا ليه حنا الجدارميه، هذه القضيه تتهمنا. بما تيجيو هو شي تقول له وقعت شي شي حاجه، يكون عنده الوقت يوصل علينا، يكونوا بس ونعرفوا اش كاين. وديما كان تيقول نعرفوا اش كاين. واحد النهار كنا عندنا البراج، كان البراج في واحد الطريق ديال سوق الثلاث، حنا واقفين في البراج، كنت رئيس ديال البراج، وواقف مع الجروب ديالنا خدامين في البراج. وكنا شدينا واحد مول بيكوب هاز البلايص بالخطافه، ووقفنا تناخذوا الورق ديالو، هو داز هو يدور، هو يرجع، هو يوقف، هو يقول لي ما عرفتي اش تنقول لك فيما نشوفكم تجي نقول لكم نعرفوا واش كاين. وقال لي عطينا داك مول البيكوب راه مبحوث اللي عندنا، راه الروشاشي عندنا، هو اللي كان الروشاشي عند الجدارميه. قال لي عطيه لي شدوه. حنا شدوه هذا وعاودنا وساعدناه، ومشاو الدراري يحملوا معاه حتى لابريكاد، كان الروشاشي عند الدرك. وكان تيقول لي عرفتي علاش تنقول ديما نعرفوا واش كاين؟ وقال لي هذا المطعم جيت هنا ناكل باش نعرف واش كاين. كان الضحك بيناتنا. دخل ذاك المطعم كما قلت لكم، وكان نهار الجمعه، وداك المطعم فيه كسكسو. حنا كان عندنا واحد العذر في الدار، مالين الدار ما كاين شيء، وقلت ولدي نمشيو ناكلو كسكسو. الجمعه راه تعرف كسكسو في الجمعه مقدس، عندنا كسكسو ناكلو في واحد المطعم تيصاوب كسكسو، فيه شي عيالات تيصاوبوه ديالك بحال ديال الدار. ومشينا، وهو جاب مع وليداتو كما قلت لكم، ودخل مع مراته. هو يسلم عليا، هو يحط مراته في واحد الطبله وداك الشيء، هو يجي عندي انايا، وقال لي بغيت نهضر معاك نذكر معاك. قلت له جلس. بون بدا يجي واحد الطابله خاويه، خليت ولادي تما، ولدي خليته في بلاصه فين غناكل انا، ومشينا لواحد الطابله خاويه، وهذوك الناس تيعطيوك كسكسو كل واحد الطبسي ديالو. جابوا لنا جوج طباسل، بقى تيهضر معايا، قال لي تعجبوني القصص ديالك وكذا 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 وكذا، وتتعجبني تذكر الجدارميه وتتشكرهم. قلت الجدارميه لا فرق بين دركي وشرطي، هذا الشيء اللي كان عندي انا ماشي كمان بدأ كان عندي مبدا انا، ما كاينش فرق ما بين الدركي والجدارمي. خدمنا معاهم في 7 المدن، كان عندنا واحد الصداقه تنقولوا بعضياتنا وتتعرفوا. سيتو الدراري ديال لا بيجي ديال لا بريغاد جوديسيير، والدراري ديال لا بيجي اللي هما حنايا، انتم سميتهم لا بيجي وحنا سميتنا لا بيجي. وكنا عارفين تتلاقاو في قضايا، تمشيو معنا شي دوار، تمشيو معاهم حنا ندخلوا للمدينه، وكانت نعرفوا بالسميات، نعرفوا نشربوا قهوه، نسموا على بعضياتنا.
وقال لي واش عقلتي عن الاستاذ بن حدث؟ فين خرج؟ قلت له الاستاذ بن حدث راه محامي، لان الاستاذ بن حدث راه هضرت لكم واحد النهار بن حدث، هضرت لكم واحد النهار عليه. الاستاذ بن حدث تنقولوا حنايا وابن حدث، وقلت له هذا الاستاذ هذا راه ولا محامي، كان هو النائب الوكيل العام، كان النائب الاول، وكان واحد الراجل كما قلت لكم الشجاعه والصرامه ومزير الدنيا الصراحه، كان مزير الدنيا ومزيرها تحت لبوس الجندر، تيبغي يعرف تيشوف تيبحث تيمشي يقلب، يجي عندنا الكوميساريه شنو عندك انت كذا كذا، يستدعي اجي انت قول لي هذه القضيه كذا، يكلف شي قضيه وتبعك من اللور، بقى تابعك ويعيط لك في الليل في النهار. كان راجل تيخدم من بعد من المحكمه ديال السيناء في قنيطره مشى المحكمه ديال سلا قضيه الارهاب وداك الشيء، من بعد التقاعد وخدا هو محامي، راه اليوم تيمارس المحاماه ديالو، تيمارسو منيت بديك الحماسه ديالو وديك الرجوله ديالو وديك الشجاعه ديالو، الحمد لله باقي الان في مدينه قنيطره على المكتب ديالو. وانا غنعاود لكم عليه، وفايت عاودت لكم على هذا السي بن حجاج، دوزنا معاه بزاف استاذ بن حجاج، لان كانت علاقتنا مع النيابه العامه، وتنقولها هنا لضباط الشرطه القضائيه دارك او بوليس، النيابه العامه راه الرئيس ديالك الاداري راه هو الشاب لابيجي اداريا والوالد الامن اداريا، ولكن هذوك في القضايا اللي قدامك اللي تبحث فيها قضايا اجراميه او كذا او كذا، راه هو الرئيس ديالك، هو اللي يمسك، هو اللي تتروني كونت، هو اللي تخبروا اشنو كاين، هو اللي تعطيك تعليمات وطبق التعليمات ديالو، لانه راه ضابط الشرطه سامي، حنا ضباط الشرطه عاديين وضباط الشرطه سامون، راه معروف الناس يعرفوا القانون تعرفوا في هذا الشيء هذا، لانه الرئيس ديالك هو تحسب رئيس ديالك، ورئيس مهم هو الاول بالنسبه للقضايا الاجراميه. انت كضابط الشرطه تبحث في واحد القضيه رد بالك مع النيابه العامه، الرئيس ديالك خبرتي عندنا نعم خدام في هذه القضيه تتخبروا باش هو يخبر المديريه، ولكن الاخر تيحاسبك على الطالعه والشاده، وشكون اللي غيدخل الحبس، شكون اللي ما يدخلش، شكون اللي غتصيفطو، شكون اللي غتجيبو. وكان هذا الاستاذ بن حجاج كان هو صارم، كان في الخدمه ديالو، وكان جدي، وكان مستقيم، وكنا نهابوه، كانت عنده هيبه، كنا نهابوه بصراحه. قال لي فين خرجت؟ يا ودي راه محامي. قال لي يا مسكين، قال لي بغيت نشوف شنو راك دير، تنطلق انا وياه وعرفوا حتى فين تيجلس، ولا بغيتي نمشي عنده حتى المكتب، ولا تنمشي عنده انا بعض المرات المكتب، تندوز بعض المرات نشربوا قهوه انا وياه، تيعاود ليا وتنعاود ليه وكذا وكذا، تيشجعني على الخدمه ديالي، تيوريني شي حاجه في القانون. اخر ما وراني مشيت هضرت مع المواطنه، راني غندير واحد الحلقه ديال المواطنه، وعطاني بعض المعلومات، عطاهم لي بزاف على المواطنه وداك الشيء. وقال لي وعندي واحد القضيه خاي ديالي خدمه هو، وبغيت نجيبها لك، واحد المسطره بغيت نجيبها لك. قال لي عندي كوبي منها ديال المسطره. قلت له واخا جيبها لينا، جيبها ونذكروها. قال لي لا انا ما تذكرنيش، انا باقي خدام، بقات لي عامين ما تذكرنيش شيء، ما بغاش نذكر من حقه. قال لي نجيبها لك هذيك المسطره وقراها وشوف راه فيها واحد الافاده مزيانه وكذا وكذا. فعلا افترقنا على موعد حددناه، وجا عندي مسكين وعطاني واحد المسطره، وانا مشيت ديك المسطره قريتها وشتها وقد عجبتني، ولكن لقيت المحرك الاول ديالها هو الاستاذ بن حجاج. باش تنقول لكم بانه القضاة عفوا النيابه العامه اللي تنتعاملوا معها، حنا تنتعاملوا مع النيابه العامه ماشي مع المحكمه، مع النيابه العامه وقاضي التحقيق سيد وكيل العام وسيد وكيل الملك، بعض المرات راه هما اللي تيطلعوا شي افير، هما اللي تيخدموا وتيطلعوا شي قضيه، تيطلعوا او تيوصل العلم واحد القضيه، شي واحد دار جريمه وتيعيط عليك تيقول لك شوف واحد الجريمه اش فيها، حنا ما خبرناش اش فيها شنو غدير، وصل الى علمه وتيخبر الضابط القضائي، يعيط عليهم جندرميه بلا بوليس وتيقول لك اش غدير. جا عندي واحد السيد او اتصل بيا واحد السيد اش كاين ويتبعك عليه ويبقى متبعك ديك القضيه، تيكون هو مولاها. نقولوا حنا تنقولوا حنا شكون طيح ديك لافير، طيحها الوكيل العام، شكون طيحها النائب فلان، شكون طيحها وكيل الملك، هو اللي قاضي التحقيق، هو اللي جبد واحد لافير وعطاها للوكيل الملك وحنا جايبها لنا نخدموا عليها. او توصلوا رساله من شي حد، رساله توصلوا فيها فاتحه تقول لك هاد لافير تبعها، انا متبع معك هاد لافير تبعها وهذا خبرني باي حاجه تديرها. وهذا الاستاذ بن حجاج كانوا عنده مخبرين، كان عنده استطاع يدير مخبرين، استطاع يدير واحد المجموعه ديال المخبرين، هو التعارف ديالو مع الناس وداك الشيء، وكان عنده مخبرين. انا مشدد ديك المسطره وقريتها اللي عطاني هذاك الجدرمي، قريتها وشتها مزيان وداك الشيء، وتذكرنا عليها انا داك الجدرمي عاود ليا حتى هو عليها وعاود ليا. وانا قلت اجي علاش ما نمشيش عند الاستاذ
بن حدث، نشوف واش عنده، واش باقي تيقرا هذه المسطره ويزيد يفيدني فيها احسن، لان انا ماشي غير تنجيو تندير واحد الحلقه ونطلقها ونزيد مع الطريق، لا تنبحث شويه، تنبحث هنا وهنا كما قلت لكم. فعلا اتصلت باستاذ بن حدث، اتصل بي هاتفيا، اتصلت به وجاوبني، قلت له استاذي راه بغيت نجلس معاك وهذا وهذا. قال لي اييه، حددنا واحد النهار مع 4 العشيه، قال لي اجي عندي مع 4. مشيت عنده مع 4، لقيت عنده واحد بنت اختو، لقيت عنده واحد بنيه صغيره تما في المكتب. سلمت عليهم ودابا نذكرهم، حيت قالت لي هذيك البنت تذكرنا في شي حلقه، قلت لها لا غنذكرك بواحد الفيديو غنصيفطوا لهم فيديو مباشر انا نهضر معهم خارج على هذه الحلقه ديالنا، باش نكونوا سواسيه مع الناس، لان بزاف الناس يطلبوني ما صدقوش شي على شي. نتمنى لهم بالنجاح، لانهم هذيك البنت دكتوره في البيولوجي وقدمت لي نفسها وداك الشيء. على اي تعزلنا انا وياه لواحد المكتب ديالو، ولقيته في المكتب حط واحد العود كبير نوع ديال النحاس عود، ولقيت حط اللوز وحط قرقاع وحط كذا وهذا، هو المكتب ديالو ديال المحاماه، وحط العطر الريحه، وقال لي السي خرز انا بحالك بحالك تضحك انت تجلس معايا في القهوه وداك الشيء وتتبغي الريحه. انا فعلا تنبغي الريحه كومسا، من صغري تنبغي الريحه، بحال دابا نحط حدايا واحد القريعه د الريحه ها هي، مره نشمها ما عندي سكار، تنحس بشي ريحه ديك تتشجعني ديك الريحات، تتفيقني من كما تتفيقني هاد القهوه هادي، تتفيقني الريحه. وانا ما تعزلش الريحه، انا ما تعرفش الريحه. مثلا انا الريحه تنشوف تنقول داك السيد هادي واش د الرجال، ايه تناخذها هادي د الرجال هادي. بعد ما تتسالي قريعه شي الريحه مابقاش عندي في الدار، تنبقى نسرق ديال العيالات، ندير شويه انا شويه انا ديال مالين الدار، تقول ولي هذيك ديال العيالات، تقول عارف داخل غنخرج من هنا غتسمع بحال ديال الرجال. على اي لقيتو وعرض عليا، ولقيته مستقبلني بالريحه، مستقبلني بالتميرات وباللويزات. قال لي انا كل واحد تيجي عندي عزيز تنحط ليه هذا الشيء ديالنا، هذا الشيء قال لي راه في بلادنا وفي تربيتي من تيجي شي واحد تلقاوه ديما بالتمار وهذا والريحه، وتستقبل الواحد ديك الدخله الاولى ديالو. وقلت له هذا العود اللي حط هنايا، قال لي ودي احنا من تيسا والناس ديال تيسا تيبغيو الخيل، وانايا قال لي نبلي بالخيل ونبلي بالقنص. قال لي وهذا الشيء ورثته على الوالد ديالي والجدود ديالي، والناس ديال تيسا معروفين بالخيل. قال لي وانا تنبغي الخيل بزاف، والان عندي في البلاد العود ديالي وكذا. وكان واحد الكلام طريف وجميل معاه، عرفني به وعرفني بشويه من التاريخ ديالو، وانا خاطر نعرفوا انا وكنت نعرف التاريخ ديال العائله ديالو وداك الشيء. وقلت له ودي واحد جدارمي اش قال لي سي بن حدث عنده واحد العقل مزيان، عنده واحد العقل كبير تعجبني. جوج الناس كانوا تعجبوني في التذكير، تيتذكر هو كان تيتذكر حتى في الخدمه فاش كان خدام معنا تيتذكر مزيان. والناس اللي كانت تعجبوني في التذكير هو واحد الكوميسير سميتو الزكي الله يشافيه. الزكي كان صاحبي واخي وعزيز عليا سي الزكي، راه في مدينه السلا، وتنحيي كمولي احمد الزكي من هذا المنبر هذا، راه مسكين مريض، واحسن ما كان في هذا السي احمد الزكي كان فيه هو التذكير. كنا تنخدموا في لابيجي، وبعض المرات تيقول لي على شي واحد تنهضروا عليه، تيقول لي هذاك راه عنده واحد الطوموبيل فيات، كانت عنده واحد مرسيدس الرقم ديالها 1,003 هذا 5 غدا، وعنده دابا واحد فيات الماتريكول ديالها 5، وكان تيعقل على البريك ديال السيارات ديال شي ناس كانوا معنا في لافير ديال هذا ولا تيعرفوهم ولا كذا وتيعقل. واحد النهار قال لي شحال الرقم ديال السياره ديالك؟ قلت له والله ما عرفت. قال لي شحال الرقم ديال هذا مولي احمد؟ قال لي شحال الرقم ديال التليفون براسك؟ قلت له والله ما عرفت. وكان هو اللي قال لي السي خراز رقم السياره خصو يكون في راسك، والرقم ديال مراتك يكون في راسك، والرقم ديال ولادك يكون في راسك. حتى واحد النهار قال لي ندير لك التليفون تمشي سير غير بغيتي تتصل مراتك سير غير شي تليفون في الزنقه والرقم في راسك. قال لي تسنا سرقوك الطوموبيل مشيت تشكي قول ما غير الرقم، قال لي يكونوا في راسك. بغيت تنسى ليا، وقلت لكم في واحد الحلقه ديما التليفون ديالك راك حافظ الرقم ديالو، التليفون ديال مراتك والتليفون ديال ولادك يكون في راسك. حاول تاخذ الارقام ديالو في راسك، الطوموبيل كيكون الارقام ديال السيارات تكون في راسك. شحال واحد دابا تيسمعني وغادي تقول لي مراتو شحال الطوموبيل الرقم ديالنا؟ يقول والله ما عرفت. وشحال واحد تقول لي مراتو دابا تقول لي شحال الرقم ديالي انا وهي عندها التليفون 20 عام، شحال الرقم ديالي؟ يقول والله ما عرفت. الا بغى مراتو تيقلب لها في التليفون، اما مشى التليفون بقى عارف لا مراتو لا ولادو لا ديال هذيك. الله يشافيك مولاي احمد. قلت لك واستقبلني وجبت لي هذه القضيه هذه وقلتها ليه، قلت لها استاذي ها هي المسطره، ها هي شافها هو لسانها
قال لي هذا المسطره، قال لي عقلت عليها مزيان هذا المسطره هذه. قال لي غريب هذا المسطره. قلت له كيفاش شنو كاين في المسطره؟ بس قال لي حط لك المسطره جانبا، انا غنعاودها لك من الاول، نعاود لك هذه القصه هذه. قلت له واخا استاذ. قال لي واحد النهار كنت في المكتب ديالي وكان الصيف وكان الصهد. قال لي وقربت نخرج من الخدمه، قربت 4 العشيه والمحكمه كانت خاويه. قال لي انا كنت في المكتب ديالي تنقوم بهذه الاعمال ديالي، اتصل بي شي واحد هاتفيا. قال لي السلام عليكم. قال لي السلام. قال لي الاستاذ بن حدج. قال لي ايه شكون معايا؟ قال لي سيدي انا نقول لك على واحد الجريمه. قال لي شكون معايا؟ قال لي وانا خليني نقول لك شكون هي الجريمه ولا ما نقولكش، ما تبقاش تسولني على سميتي. قال لي انا عرفت بان انا بغيت نحكر على سميتو غادي يقطع عليا، غادي يقطع التليفون. قال لي مرحبا سيدي هضر. قال لي سيدي واحد الدوار، وعطاه سميت الدوار. قال لي انا في واحد الدوار فلاني، راه واحد السيد سميتو فلان قال لي وانا ستيلو في الدير ولقى قدامي. وهذا الاستاذ بن حدج الناس اللي تعرفوه واللي خدموا معاه والمحامون اللي تيسمعوني دابا واللي خدموا معاه، كان عنده واحد المكتب شنو فيه تليفون وفيه ستيلو ورقه. خاوي داك المكتب ديالو، خاوي زعما شي مكتب زعما ديال النائب الاول فيه كتوبه وحنا كنا تنستقبلوا الناس تندخلوا عنده فيه شي 3 كراسه وستيلو ورقه، ديما عنده ورق قدامه خاويين. قال لي شديت ستيلو ورقه وبقيت تنكتب ديك المعلومات اللي عطاني، وانا نفكرو يا استاذي راه كنت ديما عندك ورقه وستيلو في البيرو. قال لي هي عقلت عليها، اللي عقلتها استاذ. قال لي تليفون ورقه وستيلو، هذيك هي المهام اللي كانت عندي انا كنائب الاول ديال الوكيل العام. انا قال لي اش غندير قدامي كتوبه، اش غندير مساطر، قلت تسني وتردهم ديك الساعه فتنجمعهم باش عندي انا في المكتب. قيد السيد قال لي ودي انا في الدوار فلاني. قال لي الدوار، قال لي واحد السيد سميتو فلان راه تيموت خرجوه تيموت وتيقولوا قتلوني ولاد الحرام قتلوني ولاد الحرام. وراه خرجوا واحد مول البيكوب هازو وركبوا لقدام وراه تيغوت وديما راه زاد به. قال لي وانا مشيت قال لي للدار تندق باش نعرف اش كاين، ما غيحل لي حتى واحد. وهذاك مول البيكوب ما عرف فين مشى في السيد. قال لي راه فات لي ما خديتش الرقم، ولكن سول هذه القضيه سول عليها راه يمكن شي جريمه. هذا الشيء اللي قال لك السيد وقطع التليفون. السيد قطع التليفون، ما قال ليه شكون هو بعدا، ما قال لي رقم السياره، ما قال لي والو. قال لي هذا الكلام اللي قلت لكم وقطع. الاستاذ بن حدج عيط لمركز الدرك الملكي اللي تابع لهم ذاك الدوار، لانه تعرف ان النائب وكيل العام راه عنده جهه كامله تيحكم فيها، كاع المحاكم الابتدائيه بحال حنا عندنا القنيطره سيدي قاسم سيدي سليمان وازن كذا، قال هو اللي مكلف. عيط للدرك الملكي ديال ديك الجهه، المركز ديال الدرك الملكي اللي تابع ليه الدوار. قال جاوبوا واحد الدركي قال لي قول لي فين هو الرئيس؟ قال لي دوزوا لي. هو يدوزو قال لي قول لي الله يعطيك الصحه الدوار كذا ولا هذاك الدوار وقعت فيه شي حاجه؟ قال لي لا. مشيتي تما؟ قال لي لا. قال ضرب تما رد علي الخبر، شوف كاين تما في ذاك الدوار، كاين شي حاجه؟ ضرب سير. من بعد تيقول جاوبوا ذاك الدركي وعيط عليه بالتليفون قال لي يا سيد الوكيل العام، حيت حنا ما تنقولش يا سيد نائب وكيل العام، تنقول سيد الوكيل العام. قال لي سيد الوكيل العام ذاك الدوار ما فيه حتى شي حاجه. قال لي والو كاع، قال لي ما كاين حتى شي حاجه. هاد السيد قال لي راه هزوه في البيكوب تيموت وداهم للبيكوب غادي به. الجدرميه ما ساقوا خبر حتى واحد ما وصل لهم شي هضره وشي خبر. اش قال الاستاذ؟ قال هذا نشوف السبيطار، ياك ما داو للسبيطار، ياك ما هذا الراجل تيغوت تيقول قتلوني ولاد الحرام وقتلوني بنت الحرام وقتلوني ولاد الحرام، ولا اخر تيهز فيه وزاد ما مشى به، ياك ما شي واحد مع ايتو داه لشي سبيطار. عيط لواحد الدكتور، عيط ليه وراه عطاني سميتو الله يرحمه، ما كاينلاش نتفكروه دابا نذكروا العائله ديالو. عيط لواحد الدكتور كان هو من الدكاتره تيخدموا في المستعجلات ديال المستشفى الادريسي بالقنيطره. عيط ليه قال لي لاباس بخير؟ قال لي شوف الله يعطيك الصحه فينك؟ قال لي انا في الدار. قال لي فيك ما تمشي للمستعجلات دابا؟ قال لي هي ياك والو باس. قال لي سير تما شوف واش شي بيكوب جابت شي واحد تيغوتوا قتلوني وراه هزينو من يدهم رجعوا دخلوا للبيكوب وجابوه تما. قال لي واخا مشى. هو يعيط عليه من بعد قال لي الو استاذي؟ قال لي نعم. قال لي راه
راه فعلا كاين واحد السيد هنا راه جابتو شي بيكو بحسب ما قال لي داك السيكوريتي اللي في الباب، قال له راه حطوه هنايا، والراجل راه قال لي في واحد الحاله خطيره، ولكن دوك اللي جابو راه مشاو بحالهم. قال لي شكون الطبيب اللي مقابلو؟ قال لي ودي واحد الطبيب ديال المستعجلات، قال لي دوزو ليا. هو دوز لي طبيب المستعجلات، قال لي انا معك السيد وكيل العام، قول لي هاد السيد اللي جابوه لك دابا اللي جابتو شي بيكو تما، قال لي هي راه دخلوه بيكو، هاد الراجل راه عنده تسمم، ولكن شي تسمم خطير. قال لي كيفاش خطير؟ قال لي خطير، هذا عنده شي تسمم، ليس تسمم غذائي، لان التسمم ديال كلا شي حاجه فيها تسمم كما كاين دابا في الصيف، كاين بزاف الناس تاكلوا شي حاجه فيها التسمم، تكون الناس ما تردوش باش تاكلوا الزنقه، تسمم تيسمم، تيسبب القيء، تيسبب القيء وتيسبب العرق والسخانه وتيدير مشاكل. اما التسميم اي بالسم، ما هذا تنقولوا بالماكله، ماكله قديمه ولا ماكله تسميوها التسمم، ماكله قديمه او ما صالحاش تدير القيء وتدير. اما التسمم اي السم كسم، تيولي الواحد يخرج كشكوشه من فمو، تيخرج كشكوشه من فمو وتطلع ليه واحد الزروقيه، سواء السم ديال الحيوان عقرب ولا الفعل داكشي، او السم ديولي كسم بحال داكشي تنداوي به الحشرات دوك السموم، هذاك تيبقى يخرج كشكوشه من فمو وتيولي عنده واحد تيتنفخ ليه عنقو وتيولي تنفس قليل عنده، تيتنفس بالجهد. لما قال لي هذا راه عنده تسمم، الاستاذ عيط الدرك الملكي بالقنيطره لا بيجي لا بريغاد جوديسيير، الفرقه ديال الشرطه ديال الدرك القضائي او الشرطه القضائيه، هما تيتسموا الشرطه القضائيه. عيط لهم وعيط لهاد صاحبي الجدارمي هذا اللي تلاقيته في القهوه اللي عاودت لك اليوم، اللي تيقول لي هذيك الكلمه دي فما تنتلاقاو جيت نشوف شنو كاين، جيت هذا نشوف ما يدار كذا كذا كذا. هذاك عيط ليه قال لي شوف انتقل للسبيطار وشوف شنو كاين بالضبط، دي معك الناس ديالك وشوف شنو كاين بالضبط. شوف واحد الراجل شنو عنده، بحثوا راه جبت واحد بيكوب راه عنده تسمم كما قال الطبيب، سير نعين المكان. ما عيطش للبوليس واخا في المدينه، عيط للدرك لان القضيه عند الدرك، ما عيطش للدرك ديال ديك البلاصه، ديك البلاصه قال ما سقناش اخبار، عيط للدرك ديال البلاصه ومن حقه لانه نائب وكيل العام. هنا رجعوا للجدارمي، حنا هو عطى تعليمات الجدارمي، تيقول لي الجدارمي اللي مشى قال لي عيط علينا، مشينا للسبيطار، قال لي تسولنا تلقاو داكشي المجبد، واحد الحاله خطيره، كشكشه فمو، دير ليه الاكسجين، دير ليه السيروم، دار واحد السيروم داك اللي الانتيفينا ضد السم، داك السيروم الراجل قال لك هو القوه ديالو والصحه ديالو، ولكن كان في خطر. عيطوا الاستاذ قال له ودي السيد راه في خطر، راه هاد الساعه راه قالنا الطبيب ما يمكن لكم شي تهضروا معاه. قال لهم بون دوز لي الطبيب، دوز الطبيب قال لي الطبيب شوف ديروا مجهودكم ولكن خصنا لك رجعت انا معلومات ربما يموت. قال لي الطبيب ودي انا نعطيكم واحد ساعه ولا ساعه ونص غادي تنقول غادي يخرج بخير ويمكن ليه يهضر. بقاو الجدارميه في عين المكان تما تيسناو الراجل خدامين بالاكسجين بكذا بكذا بكذا. دازت واحد الساعه ونص يقول لي الجدارمي، قال لي السيد ولا تيقول الله ربي ربي قاد يهضر قاد يهضر. قالوا لي الجدرمية مالك؟ ولدي ولاد الحرام غيقتلوني وداو لي السم وما عرفت شكون ولدي واش ولادي ولا المراه ولا الله على سيدي. ولاد الحرام انا معايا غير المراه في الدار، غير المراه اللي معايا في الدار راه هي اللي كاينه في الدار. هذيك الحراميه مره تيتهم ولادو مره تيتهم مراته مره. الاستاذ بن حجاج قال داك الجدرمي ما خبروا بهذه الهضره هذه، تيقول تيتهم العائله. قال داك الجدرمي شوف انا قال لي راني في الدار حيت طاح الليل، قال لي انا في الدار انا جيت للدار دابا شوفوا اجيو عندي بزي مدني، ما تجيوش جبتوا لي ديال الجدرميه لان السكان والجيران وداكشي، اجيو بزي مدني واجيو عندي للدار. مشاو ثلاثه الجدرميه، هاد الجدرمي وجوج معاه دخلوا عند السيد نائب وكيل العام، دخلوا عنده للدار جلسهم في واحد الحديقه كما تيقول الجدرمي، عطانا قهوه اللي معاودوا لي بالضبط شنو تيقول. قال لي اودي اول عنده تسمم، شي واحد تسمم هذا السم عطاه لي شي واحد تيقول مره تيقول اولادي ولاد الحرام، مراتي بنت الحرام معايا هي في الدار قتلوني، اطباء خدامين عليه بالاكسجين بهذا بهذا. قال لي الاستاذ غادي تصبح ان شاء الله الراجل ردوا لي البادور اللي غيحرسوا تما باش ما يجيش شي واحد يكمل عليه. لا يا ربي، قال لهم انا غادي نعطي تعليمات باش يمشيو للبوليس تما يحرسوا في هذا الليل، يوقفوا عليه باش حتى واحد ما يقرب ليه ويبقى تحت الملاحظه الطبيه، وانتم الصباح ان شاء الله نمشيو للعنوان ديالو
وغادي تبداو بمراتو هي الاولى في الدار ديالو، وقال لهم غتمشيو للدار ديالو، غير تخرج عندكم مراتو جيبوها لهنا، ما تخليوها الا خرجت للباب ما تخليوهاش ترجع داخل الدار، سدوا الدار طرقوها ما تخليوهاش ترجع وجيبوها، لان لا رجعت للدار تقدر دير شي حاجه. هذاك الشيء اللي داروا الناس ديال الدراك. الصباح مع 9 الصباح كانوا قدام كما قال لي الدراكي قدام دار، دقوا خرجت المراه بوحدها، السلام عليكم السلام شكون اللي معاك هنايا؟ خرجت قالت تيقول لابسه كسوه طويله لابسه واحد الكومبيليزون كبير داك ديال النعاس لابسه، شكون اللي كاين هنايا؟ قالت لي انا سيدي. قال لها فين هو راجلك؟ الراجل مشى مع الناس تيتسوق معاهم، مشى معاهم البارح كاع ما جا. فين مشى راجلك؟ الناس وراه، ان الراجل فلاح وبياع شراي، راه مشى مع الناس تيتسوق معاهم البارح وما جاش. فين ساكنين ولادو؟ وين ساكنين ولادو؟ في ذاك الدوار حنا بوحدنا. تيمشي عند ولادو؟ لا سيدي ما قليل فاش تيمشي عندهم. يلاه معانا سدي الدار. واش وقع؟ سدي الدار يلاه معانا. هزوا المراه جابوها وقالوا للسي الوكيل لا حنا جبناها لا بيجي لا بريكاد ديال الدراك، جابوها تما جابوها. شكون هاد المراه هادي؟ وما علاقتها بهذا الراجل؟ هذا الراجل غنبداو قصتو من الاول. هذا راجل فلاح وفلاح كبير وتيبيع ويشري في الماشيه، وعنده الماشيه وعنده داكشي. ولادو كبروا، عنده ولاد، عنده 3 الاولاد وعنده 2 بنات، البنات 2 ولاد كبروا. مراتو مراه هو قوي وراجل صحيح باقي صحيح، والمراه كبيره حسب البحث اللي داروا الدرك الملكي حول حياته الاجتماعيه. مراتو كبيره بزاف. هو اضطر قال لهم انا امكم كبرات وتهلكات ما بقاتش قاده وانا خصني مراه. ولادو شرطوا عليه قال له ودي لابوتي تجي مراه تزوج بها سكنها بوحدها، ما تسكناش مع امي غنوض لنا التخربيق في الدار. فعلا سكنها بوحدها في الدوار الاخر اللي قريب لديك المراه لعائلتها، سكنها تما ودار لها دار ديالها ودار لها المحل ديالها وبهيمه وداك الشيء عادي. هذيك المراه في عمرها شي 43 عام وهو كبير عنده تقريبا 68 عام وتزوج بها. وهذيك المراه بقات تتهضر وتتهضر معاه بعض المرات، تتذكر معاه تقول له ودي قول لي واحد القضيه، انا لا انا خصك تكتب لي شي حاجه، تكتب لي البهايم ولا تكتب لي شي طرف ديال البلاد ولا تكتب لي انا غدا ولا بعد غدا تموت وما عرفتي اش غيوقع، ولاد كيهجوني ويجريو عليا وكذا وكذا. كان الحاج تيقول لها اللي هو هذا الراجل هذا لانه هو تيقول الحاج، كان هذا الحاج كما قالوا الدرك تيقول لها شوفي، وحسب ما قالت المراه في التصريحات ديالها تيقول لها انا عمرك ما تقول لي نكتب لك شي حاجه، عمرك ولا نكتب لشي واحد من ولادي شي حاجه ولا نكتب لمراتي اخرى شي حاجه، خلي هادشي تيدوز فرقونا دبر راسكم. المراه ما ولداش معاه، هو خداها حيت ما تتولد شاي وشافت راسها بانه غيهزها الماء، وتتقول هي في التصريح ديالها تتقول في الاعترافات ديالها كيفاش وقع، تتقول الحاج ولا تيقول لها اش غديري انتيا؟ سير لداركم، سير لداركم تيجيك طلاقك، تتبقى صابره على الهضره. اقل مناقشه تيقول لها انت راكي مطلقه غتمشي بحالاتك. تيجي ولادو عنده شحال من مره تيجري عليها تيردوا ولادو تيردوها وتيقول شوفوا والله ما تبقى معايا هذه راه مطلقه كاين يوم شي كي غدا وخليوها تما. خلاها في الدار ولكن دار معها سيباراسيون دو كور، اي كما تقول فرق الجسد. هي ولات في واحد البيت هو في واحد البيت ديك الدار ما بقى تيكلمها والو، تيلقى شي حاجه تاكلها تيوجد ليه الماكله تتوكلي ولات بحال لابو بحال الخدامه عنده. هي تتقول لما خلاني بحال الخدامه وخلاني واقفه على الطلاق وبغى يطلقني، عرفت انا طلقت نخرج خاويه ما غندير حتى شي حاجه، عرفت راسي غادي نخرج غادي يضحكوا عليا الناس، خديتي كبر منك وفي الاخر تصيدتي ما كاين حتى حاجه ومات وما كتب لك حتى حاجه وكذا، او يا ربي طلقك وما عطاك حتى حاجه، انه غيطلق يعطي داك الشيء قانون ديال الطلاق، داك الفلوس تيعطيو في الطلاق صافي تمشي بحالاتها صافي. والباديه راه غتبقى في الباديه، والباديه خمات هي فين غتمشي؟ صافي المدينه انا غتطلق تمشي تخدم تمشي الباديه، الناس مساكن محترمين بعضياتهم والعفاف والكفاف وداك الشيء غتمشي تطلق عليها تجلس حداه. حنا شفنا بنات عندنا في الباديه مساكن تيطلقوا تما تيبقاو في الدوار، تطلق من الدوار تبقى واقفه تما تشوفي تيتزوج وتيولد وكل شيء تتبقى في البلاد في البلاد وهذا تما مساكن. هنا كما قلت لكم السيده اعترفت بهذا الشيء هذا اللي دار لها، وقالت الحاج من عادته تيبغي الماء بارد، تيبغي يشرب الماء بارد. كان راجل
ضخم وغليظ، وتعرفوا الولاد تيبغيو الماء بزاف. وانا لما كنت غليظ واحد الوقت كان عندي واحد البوا كبيره تقريبا واحد 112 كيلو داكشي، كنت الماء في الصيف غنماء ونمسح العرق والفوطه هنا والفوطه هنا. كنت في واحد التماره كنت خدام بالقصير ديك الساعه، والصاد ديال بالقصيري راك عارفين انه كان المدن فيها الصاد اكثر، وديما الماء. وكنت نبغي الماء متلج، كنبغي الماء متلج فيه الثلج تخرج عليا، ورا ذاك الماء يتجنبوا لواحد الماء اللي فيه الثلج. وكان هذا السيد كما قالت المراه تيموت على الماء متلج، ديما الثلاجه ديال فيها الماء متلج. تتقول ذاك النهار كانت خاصم معها عاوتاني كالعاده، قال لها ما بغيتيش تمشي لداركم، خصك تمشي لداركم. وتتقول اش دارت، فكرت وقالت هو غادي يجي غير يبغى الماء متلج. وخمات مزيان هي، وهي ذكيه، ما دارتش الماء متلج في الثلاجه، مشات شرات البطيخ، جابت البطيخ. وتتقول كاين الناس زارعين البطيخ تما تيبيعوه جمله وتيبيعوه المالين الضبوها اللي بغى شي وحده ولا جوج. مشات شرات واحد البطيخه كبيره وجابتها، ومشات شرات السم ديال الحشرات وصوبته وقداته وعرفات السم اللي خدات. تعرف ان هي بنت كبره في الباديه، وعارفه ديك الادويه تيديروا للباديه، وعارفه الدول داك السم اللي تيديروا للحشرات، السم اللي تيديروا للربيع، السم اللي تيديروا للزرع. هذيك كاينه ديال الزرع داكشي عارفه اللي هي اكثر خطوره، داكشي دارت ليه. شدات توبات داك السم وشدات ديك البطيخه وقطعتها وطلقت هذاك السم مع الماء ودهناته كله ودخلته في الثلاجه. وبقات في انتظار يجي الحاج. جا الحاج دخل قال لها كاين شي ماء؟ كاين ما عادتو. قالت لي شوف في الثلاجه. مشات الثلاجه قال لها انا ما كاينش الماء. قالت لي انا نسيت ما درتش الماء، كنت غندير الماء. ما بغاتوش يشرب الماء. قالت لي كنت غندير الماء، انا غنعمر واحد. قال لها حسن ديري الماء ما ديري الماء كيما تتقولي. بقاتي خاصم. هو يجبد البطيخ هو اللي بان ليه، اي البطيخ بارد هو اللي غيبان ليه. بحال شي واحد عطشان على الثلاجه ما لقاش الماء غيمشي يدلع، الا كان دلع او كان البطيخ غيمشي لشي فاكهه. مشى تتقول وكلا مزيان. وتتقول نشدو الرجع، نشدو داكشي. خرجات للطريق، وتتقول مشيت للطريق وبقيت واقفه تجي واحد مول بيكو. بغيت شنو غنتهلا فيك وانا راه فاكره عندي وليداتي الصغار وعندي كذا وكذا، دي راجلي للسبيطار، دي غير للسبيطار الله يكثر خيرك. هادي تتقول هي. تتقول جمع هذاك مول بيكو ودخل هو وخرج هو الراجل هازو وخلصاتو هي مزيان، دورات معاه مزيان وقالت له ودي عافاك للسبيطار، انا دابا نصاوب ولادي ونقاد ونوصل عليه. قال لي انا غندير القنيطره، القنيطره بعيده بشي 50 كيلومتر. قال لي غندير القنيطره. دابا مشكل كما ذكرت مع الدركي وذكرت مع السيد النائب وكيل الملك وانا في المكتب ديالو. قلت له استاذي حقيقه خدمتي في هاد لافير وطلعتي هاد لافير انا ما طلقتيش منها، وجابوا السيد الدرك الملكي وبحثوا معها تحت الاشراف ديالك، ويبقى لك انت الفضل في هذه القضيه هذه كما يبقى لهم تما الفضل. ولكن استاذي هاد السيده تقول جابوا واحد مول بيكو، واش تعرفتوا على مول بيكو؟ قال لي ما عرفوش مول بيكو. قال لي جوج ناس ما عرفناهمش، مول بيكو وشكون اللي اتصل بيا في الاول. قلت لي لا يستبعد ان داك مول بيكو هو اللي اتصل، ماشي بعيد. مول بيكو وصلوا للسبيطار وعنده رقمك او عند شي صاحبك عنده رقم ديالو شي حاجه عطاني واتصل بك. قال لي الله اعلم، الله اعلم شكون اللي عطاه الرقم ديالي. قال لي الله اعلم. إذا واش مول بيكو هو اللي اتصل، الاستاذ الحدج دا السبيطار اتصل. ثانيين هاد السيده بقات شاده في البحث تقول انا خرجت جبت واحد مول بيكو ما تنعرفوش. كيفاش هاد مول بيكو ما تتعرفيش وجبتيه وقلتي له ودي هاد السيد ديال السبيطار وغيقبل؟ اذا هو بالفلوس. اذا تيقول استاذ نعم قالت واحد المبلغ مقبول شي 70,000 فرنك اللي عطاتو. قالت لي عافاك وصل لي السبيطار غادي نوصل عليه. السيد يمكن شاف الفلوس، هز السيد داه وداه المستشفى. مول بيكو ما تعرفش. والمخبر اللي عيط النائب الوكيل العام استاذ الحاج ما تعرفش واش داك مول بيكو كان عندهم شي علاقه بها. كانش شي علاقه مخبيه. كان تعرف الحاج تيتعامل معاه وعيطات ليه قالت لي اجي هزو راه غيموت، ولكن هي ما ذكراتش هذا الشيء هذا، ما ذكراتش والو. ولكن اعترفت بانها دارت لي التسميم او التسمم دارتو ليه. وانا كنت نهضر مع الاستاذ وجبدنا واحد الفصل من القانون
اللي تقول من اعتدى على حياة شخص، من اعتدى على شخص بواسطة مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا، أي كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد، وأي كانت النتيجة، يعتبر مرتكبا لجريمة التسميم مع سبق الإصرار. معنى هذا الفصل ديال القانون شي 309 قال لي والله ما عقلت 309 الفصل داك الشيء. الناس القانون تعرفوا الرقم ديال القوانين. ما نسيت ما لقيت شيء هنا. الرقم ديال الفصل في القانون الجنائي راه معروف. اللي عطى سم لشي حد سواء في الماكله اي طريقه كانت، اي طريقه واي نوع من السم عطاه لشي واحد ودارها مع سبق الاسرار، ما معنى سبق الاسرار؟ اي بغاه هو يعطيه، هو ناوي يهلكو، ناوي قتلو. سبق الاصرار سبق الاصرار ناوي عنده نيه اجراميه باش يهلكو وعطاه السم. كيما كان السم سواء ساكسي سبب لي في الموت عاجلا ديك الساعه، او مات من بعد، او ما مات تبقى عنده عاهه مستديمه مريض مهلوك بداك السم، وتاكد بانه سم، وتاكد بان داك خينا عطاه نيت السم باش يخرج عليه، باش يقتلو او باش يهلكو. كان عقوبه كبيره وهي الاعدام. وديك السيده حسب الظروف ديالها وحسب ما خداتش الاعدام، ولكن خدات عقوبه كبيره وهي المؤبد. تعطى المؤبد. هنا باش تعرفوا ان جريمه التسمم راه جريمه كبيره بزاف، جريمه كبيره بزاف. هنا واحد هضرت لكم على اليوم على التسمم، هضرت لكم واحد النهار على الحريق، اللي حرق شي حاجه، بغى يحرق دار، بغى يحرق شي واحد دار العافيه، اللي قرب العافيه. راه واحد السيد واحد المرات يهضر مع مراته، هو تخاصم مع مراته، تخاصم معاه، هو جبد حوايجو من المالي وحطهم في الدار وشعل فيهم العافيه. خدا 20 عام حوايجو، خدا 20 عام. اضرام النار عقوبه خايبه. اضرام النار يحرق غير شي حاجه حرقها، بغيت يشعل العافيه وتحرقت غير شي جهه وتفوع على الناس العافيه. راه جنايه، راه فيها 20 عام الفوق. الا مات فيها واحد ولا كذا ولا كذا تمشي حتى المؤبد حتى هي، وتمشي حتى الاعدام. والتسمم من الجرائم الكبيره ديال التسمم. دارت ليه السم، بغات توكلو، دارت ليه التوكات، دارت ليه كذا، دارت ليه كذا، دارت ليه كذا. شوف هاد السيده، شوف هاد الطمع ديال هاد السيده هادي، طمعات فكرات غدا تموت. شحال من مرات تقول راجل غدا تموت، يقول لي غدا تموت، صافي تيقول بانه كبر خصو يموت هو الاول. ما عرفش انا تقد تموت هي الاولى، ها هي ماتت، يلاه ها الحاج فلت من الموت وهي اللي ماتت، مشات في الحبس، غتموت في الحبس. الله يحفظنا ويحفظكم، والله يبعدنا بعدكم التسمم بهذه الجريمه ذكرناها. تنذكر الاستاذ بن حجاج، تنذكر صحابي الدركي صاحبي خير، والسلام عليكم ورحمه الله.